في قلب الصحراء، وتحديداً في أيام الجاهلية، اندلعت واحدة من أطول وأشرس الحروب في التاريخ العربي، حرب البسوس. اشتعلت شرارتها بمقتل كليب بن ربيعة سيد بني تغلب، لتبدأ رحلة الدم والثأر بقيادة أخيه الشهير المهلهل الزير سالم الذي كان يتقد غضباً، أراد أن يحشد الحلفاء للانتقام لأخيه، فاتجه إلى فارس لا يشق له غبار، سيد من سادات العرب يعرفه الجميع بذكائه وفروسيته. لكن ابن عباد ورغم مكانته وبأسه كان شيخاً كبيراً يومها، وقرر أن يعتزل هذه الفتنة. قال للزير سالم: هذه الحرب لا تخصني ولا تخص قبائلي، لا أريد دماءً ولا خراباً. الزير لم يطمئن، فطلب من ابن عباد أن يسلمه فرسه العظيمة النعامة، التي كانت تضرب بها الأمثال في السرعة والقوة، ليثبت بها أن ابن عباد معه لا عليه. لكن الشيخ الحكيم رفض، وقال قولته الشهيرة: هذه الحرب لا ناقة لي فيها ولا جمل، أي لا علاقة لي بها، لا مصلحة ولا مشاركة. ومنذ ذلك اليوم صار هذا التعبير يقال على لسان العرب حين يريد أحدهم أن ينفي تماماً صلته بأمر لا شأن له به.